بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بخير. سهم رميضة. وإيه المتوقع لسهم رميضة؟ سهم رميضة بعد ما كان عامل لنا صعود قوي في الموجة رقم 3، حاليا بيصحح في رقم 4. السهم إن شاء الله لسه عنده صعود تاني، تمام. لكن هل هو حاليا هيبدأ في رحلة الصعود من هنا؟ يعني خلاص القاعدة اتأكد معانا وهيبدأ في رحلة الصعود. الحكاية دي يعني محدش يقدر يتوقعها 100%. هل هو خلاص خلص من يعني هو ايه؟ اللي انا شايفه هنا عمل لنا تصحيح هنا مكتمل، خلاص اهم ضلعين اي بي سي وخلصنا المفروض هنا، تمام. لكن الميكر او السهم ممكن يقول لك لا، انا مش هعمل اي بي سي واحدة بس، انا ممكن ايه، ممكن اعمل تصحيح مركب. يعني زي المؤشر كده، المؤشر في الاول اول ما نزل خالص كان عامل تصحيح مكتمل ABC، تمام. بعد كده راح طلع تاني، ما عملش صعود، عمل ارتدادة، وبعد كده بدأ ينزل تاني ويدينا ايه، ويدينا تصحيحات تاني. فالفكرة ان انت ما تقدرش تعرف هل هو كده خلص تصحيح ولا لا. التصحيح ده يعني من اصعب ما يكون. يعني انت ممكن تتوقع السهم خلص صعود امتى، ماشي، لكن يعني صعب تتوقع السهم خلص هبوط امتى. يعني ودايما تحسب ان ايه، يعني بعد اي هبوط، يعني احنا كده هبطنا السهم هبط من 4 جنيه، هبط ل23. فعشان يعني عشان تخرج من الحكاية دي، يعني لازم تتوقع ان بعد اي هبوط في ارتدادة. يعني في هبوط يبقى تستنى ارتدادة، بعد كده هبوط تاني. فالحكاية دي ممكن تمشي معاك 3 مرات، يعني هبوط ارتداد هبوط ارتداد هبوط، يعني لحد 3 مرات ممكن تحصل الحكاية دي. فهو غالبا يعني انا من رأيي هو ايه، ماشي في ارتدادة مش صعود. يعني الضلعة دي مش هي الضلعة اللي هتعدى بيها القمة دي، لسه في هبوط تاني. وخصوصا الشكل ده، يعني ده شكل ايه، الشكل دي موجة فلات، موجة ايه، موجة عرضية اهو، واضحة جدا. انا حاسس ان هي واضحة جدا ايه، اللي هي من هنا لهنا دي موجة عرضية. طيب السهم ممكن يعمل ايه الفترة اللي جاية؟ العرضية دي بتبقى ايه، فيها حتة خدعة يعني. خلي بالك بتبقى ازاي، بص، يعني هي كلها بتبقى عرضية، الموجة نفسها كلها عرضية. يعني هنفصل حتى الموجة دي هتبقى ايه، هنا اي بي سي برضو اهو، هنا طالع في اي بي سي، تمام، وهنا برضو ينزل في اي بي سي. يعني دي بتخضع جدا على فكرة دي ال اه هنا بعد كده يعني ترتيبها اي بي سي 3 3، وبعد كده 5. هنشوف هنا بقى، تشوف هنا ازاي بعد كده هتلاقي ايه، يصعد معاك في 5 موجات من هنا اهو. هتعد هنا 1 2 3 4 5. بعد كده دي هتيجي تعمل ايه، هتيجي يعني شايف القمة دي بتاعت الرينج كله، التجميع كل الرينج اللي هو العرضي اللي هنا ده اهو. يعني 5 تيجي مثلا فين، هنا اهو اهو. يعني السهم ده الاسبوع اللي جاي ممكن ايه يوصل لك عند 3 8 و60 او 3 70. يعني هو هيخترق ممكن ايه القمة دي بحاجة بسيطة. يعني عندي اختراق القمة دي كده ايه بحاجة بسيطة، بس مش هيعرف يتعدى 3 5 و70. لو تعدى 3 5 و70 فخلاص يبقى ايه، يبقى الكلام ده غلط. يبقى الكلام ده غلط لو يعني لو اغلق فوق 3 5 و70، يبقى الكلام ده غلط، والكلام ده هيروح يعمل قمة تاني. بس انا اعتقد 90% ان هو لسه عنده هبوط تاني، ان هو اللي بيعمل ده حاليا ارتدادة بس. فهتبقى ايه، خلاص يبقى كل ده ارتدادة اهو. يبقى احنا ايه هنسميها كده، هنسميها كل دي دبليو، وبعد كده دي ارتدادة، تمام. ممكن توصل معانا لحد هنا اهو اهو. يعني يعني ممكن تتعدى 3 8 و60 بحاجة بسيطة كده، وبعد كده يبدأ يرمي تاني وايه،
وينزل تاني. ممكن يوصلنا بقى لحد هنا مثلا اهو. هيبقى مثلا ايه الشراء فيه مثلا بعد ما يعمل الحكاية دي بعد كسر القاعدة. يعني عشان تشتري فيه، يعني هو اول حاجة ينزل، يعني هو برضو بيعمل هو بيعمل يعني ينزل لك برضو على مرتين اهو. يعني مثلا بعد ما يوصل هنا هيبدأ يعمل يعمل كده، بص، ويعمل نفسه ان هو هيحافظ على القاعدة. شايف القاعدة اهو، عندي يعني اهو القاعدة مثلا، هيعمل نفسه يحافظ على القاعدة عشان الناس تدخل معاه تاني وتشتري تاني. تقول لك بس احنا في دعم هنا هنرتد منه، ويعمل ارتدادة شوية، وبعد كده يروح جاي يكسر القيعان دي كلها. طبعا كسر القيعان دي يعني عند كل المحللين يخاف خسارة. يعني كله هيقول لك بعد كسر القاعدة مثلا يبقى خلاص، هنا يقول لك ده دعم قوي، خلاص دعم قوي ده اشتري من عنده. والسهم فعلا يديك إيحاء إنه هيطلع من هنا ويعمل ارتدادة بسيطة، وبعد كده يروح ينزل يكسر القاعدة. يخلي بقى الناس اللي اشترت كلها هنا، والناس اللي محبوسة هنا، أول ما تشوف طبعا الكلام ده، وأول ما تشوف الهبوط تاني، يعني بعد ما كان خلاص وصل قريب من السعر بتاعهم، فطبعا يعني النفسية بتاعتهم تتعب أكتر. يقول لك بس السهم نازل مش طالع تاني، لا يا عم احنا نبيع ونفعل خسارة وخلاص. بعد ما يشوفوا طبعا الكسر هنا وكسر الدعم القوي ده، كله بعد كده هيفعل خسارة ويبيع السهم. السهم بعد كده ينزل في هبوط قوي في الأماكن دي، يجي يكسر القاعدة. بعد ما يكسر القاعدة بقى مين يشتري بقى الأسهم دي اللي الناس بعتها؟ يشتريها بقى الميكر. تمام، الميكر يروح مشتري الأسهم تاني اللي هو باعها في الأماكن دي، وجاي هو بيشتريها من هنا، ويبدأ بعد كده رحلة الصعود تاني، وهكذا. يعني هي يعني تحاول أنا نزلت فيديو قبل كده اسمه ده رأي القبضة. على فكرة رأي القبضة عمل زي كده بالظبط، نفس الفكرة بالظبط. يعني بص كده على رأي القبضة في الفيديو بتاعها، وهتشوف بعد كده ايه اللي حصل في رأي القبضة. فاللي حصل في رأي القبضة هو احتمال وارد جدا اللي هيحصل في رميضة. تمام، السهم لسه في صعود تاني، ولكن لسه ما خلصش تصحيح. ده كان معانا سهم رميضة، وشكرا.